السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ اش كتعاودوا؟ كي صبحتوا بعدا؟ اموركم مزيانه؟ الحمد لله البنات. ايوا واش كتعاودوا؟ اموركم مزيانه؟ ايوا البنات لقيتوني يلاه كنوجد دابا الفطور ديالي من بعد ما جمعت الدار وصافي غسلت الموينات. عرفتي البنات، من بعد الازمه ديال الماء اللي كانت عندنا يومين البنات، يومين ونص نهار والماء مقطوع علينا. عرفتي راه ما نعاودش لكم البنات، واحد الازمه، واحد التماره ضربناها، ولكن الحمد لله كان عندنا هكا الماء تحت من هذاك ديال البير هو اللي كنا كنسقيو منه. ايوا في كل ساعه اختكم هابطه الصباح قبل ما يخرج راجلي كيعمر ليا القراعي والسطوله ثاني في العشيه ملي كيجي، ولكن اختي العذاب والله العظيم، ولكن الحمد لله دازت. كان ما عرفتش كان شي مشكل هنايا، ما عرفتش بالضبط شنو كان. ايوا المهم الحمد لله تقاد بعد البارح في العشيه. صافي طلقوه، صافي غير طلقوه البارح. واليوم اختكم صبحات محلفه على الصابون، عرفتي تجمع عليا الصابون بزاف والله الا غير فقت دورت الماكينه وجففت. غسلت المواعن حيت ديجا البنات غسلت المواعن اللي كانوا، ما بغيتش نخليهم، عرفتي راه شحال تجمعوا لي ديال المواعن. درت الماء في البانيو، درت المهم راكم عارفين الغسيل ديال البانيوات، تشلي في هذا وديري في هذا، واخا البنات راه ما كيقنعش، ولكن ما عندي ما ندير. المهم حيدنا بعدا منهم داكشي الماكله وصافي. ايوا صافي البنات هذا الصباح هذا جففت ودرت هكا الصابون يتصبن، جمعت الدار، طرفت. المهم راكم عارفين يومين ونص وانت ما كتقيسيش الماء، واخا راه كتجفف داك النهار، ولكن راه كانت كايسه والله العظيم، عا كانت كايسه هكا على الماء. ايوا الحمد لله المهم دازت على خير. وصافي اختي من بعد ما ساليت طرفت حالتي وصافي اختي قلت عاد غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نفطر. ايوا درت اختي هنا قهيوه، طيبت قهيوه وسخنت هكا المسمن، واختي نحط داكشي اللي قسم الله نفطر بعدا ونعقل على فطوري. وعاد ان شاء الله نشوف شنو غادي ندير اليوم. ما نكذبش عليكم مازال ما عرفتش البروغرام ديالي شنو غادي ندير. الحال بدا كيسخن دابا البنات، ما بقيتش كنعرف شنو غادي نطيب وشنو غناكل، ما نكذبش عليكم. فاش كيسخن الحال ما كنقدرش على الماكله الثقيله، كنبغي اكثريه كنبغي داكشي شي حاجه خفيفه. مازال ما عرفتش بالضبط شنو غادي ندير. المهم نفطروا بعدا اختي ونردوا المجاج. المهم راه باقي الحال دابا راه يمكن شي 10 ونص ولا 11 الا ربع. المهم انا مبقيتش كنزرب البنات بالغدا حيت دابا انا جالسه في الدار وراجلي اصلا ما كيجيش بكري. صافي وليت حتى كنجمع ونفطر ونرتاح على خاطري، عاد كنوض نشوف ديك الساعه شنو غادي ندير ان شاء الله للغدا. اختي بعدا دابا نجلس نفطر نعقل بعدا على فطوري، وعاد اختي نوض نشوف ان شاء الله شنو غادي ندير. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء يمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين
اول باش تخمر واحد 15 دقيقه هكا كندير البول السلوفان بعد ما كتخمر كنشكلوها كويرات الكويرات كيبقاو على الحاجه غادي صافي البنات، من بعد ما ساليت طرفت هنا فوق البوطاجي كامل، غسلت هذوك المعينات هذوك غير ديال الفطور، حكيت لافابو، حكيت الروبيني، وهنا البنات الفورنو حتى هو ضربتها له بحكه وداك المقراش بالبرودوي. هنا ضروري اختي القريعات يبقاو عندي ريزيرف، اختي باش ما عمرني ما نتقول بمازال، والله العظيم عندي هادو هنا وعندي واحد اخرين بحالهم حطاهم في الدوش. المهم هكا يبقاو احتياط، واخا هكا مازال ما طقس، واخا ما طلقوه ولكن مازال ما طقس. تخافي في اي لحظه عاوتاني يمشي، نبدا عاوتاني نهبط نقلب. المهم البنات دابا غنحيد هاد التصبينه هذه الاولى، وغادي ندير التصبينه الثانيه ان شاء الله، وغادي ندوز نصايب معكم واحد الكيك. على بركه الله باش نقادوا الكيك غنصايب معكم البنات كيكه سنيكرز بمذاق الكراميل والشوكولا والقهوه، كتجي اكثر من رائعه البنات. فكناخذ واحد البول، كناخذ هنايا جوج ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، جوج البيضات يكونوا شويه كبار، الا كانوا صغار ديروا هكا 3. عاوتاني على حسب المول ديالكم، انا غنديرها في المول العجيب ديال الكرانيت شويه كبير. وفي نفس الوقت ما بغيتش الكيكه تجيني عاليه، درت البنات شويه ديال الفاني بودر، اولا ديروا ساشي ديال الفاني الا عندكم، ما عندكمش هذا البودر، ودرت كاس قله 4 ديال السكر سنيده، اولا كاس على حسب البنات. انا ما كثرتش الحلاوه حيت غادي نديروا صلصه الكراميل، فما بغيتهاش تجيني حلوه، يعني الكيك حلو والحشوه حلوه، فدرت غير كاس قله 4. اللي كيبغي الحلاوه ديروا كاس عامر. ودرت البنات كاس عامر ديال القهوه سريعه الذوبان، ذوبتها في ميها دافيه، وكاس قله 4 ديال الزيت. صافي البنات، وغادي نخلط هاد العناصر هذه مزيان. بالنسبه للقهوه، اللي ما بغاش القهوه تقدروا ديروا كاس ديال الحليب، يعني كتبقى لكم اختياري. غير البنات انا كنفضل القهوه كتواتى مزيان مع الكراميل ومع الشوكولا، يعني المذاقات بثلاثه كيتواتاو، الكراميل والشوكولا والقهوه، مذاقات اللي كيتواتاو مع بعضياتهم زوين. صافي هنايا البنات، من بعد ما خلط داك العناصر غادي نبدا نزيد الدقيق تدريجيا شويه بشويه، وانا كنغربل وانا كنضيف شويه بشويه. المهم دائما الدقيق حسب الخليط، ما كنعبروش، كنحطو حدايا وكنبقى نزيد شويه بشويه حتى كنتحصل على القوام المناسب. حيت البنات الطحين كتختلف النوعيه ديالو وعلى حسب الحجم ديال البيض اللي كنكونوا مستعملين. انا البنات درت في الاول معلقه كبيره ديال الكاكاو، وغادي نزيد البنات هاد الكريم باتيسير بودر ديال الشوكولا، كتعطي البنات واحد المذاق زويون للكيك. الا عندكم البنات غير استعملوها. درت منها 2 معالق، ودرت كذلك 2 خمارات، وغادي نخلط كلشي مزيان. انا راه البنات في الاخر غادي نزيد مازال الكاكاو، حيت مازال ما تحصلش على داك اللون اللي انا بغيت في الكيكه. بغيت الكيكه ديالي تجي هكا كحله، ما تجيش نهائيا هكا ماغو، اولا بغيتها هكا تجي كحله، كتجي هكا زوينه في الشكل ديالها، وحتى في المذاق يكون هكا حاضر داك اللوغو ديال الشوكولا فيها. انا راه كملت داكشي اللي كان بقى ليا من الكاكاو، يعني البنات في المجموع 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، و2 معالق كبار ديال داك كريم باتيسير ديال الشوكولا. الا ما كانش عندكم كريم باتيسير ماشي مشكل، هي كتعطيها هكا بنه. وهنا البنات الاضافه اللي غادي نزيدها وغتعزز النكهه ديال الشكلاط فيها، هنا لاغوم ديال الشوكولا. هاد الطويصه البنات راه كدير 5 دراهم، درت منها البنات انا 3 المرات. يعني هادشي اللي بقى ليا درته، كتعطي واحد المذاق اللي هو زويون البنات. يعني النكهه ديال الشوكولا كتكون حاضره. الا ما عندكمش هاد النكهه تقدروا تاخذوا واحد شويه هكا ديال الشكلاط ذوبوه وزيدوه. المهم كتكون كتركزوا داك النكهه ديال الشكلاط في الكيكه. صافي البنات، هنا زدت الدقيق وحركت مزيان، وهذا هو القوام اللي غادي نتحصل عليه. يعني ما ديروهاش ثقيله، تكون شي شويه هكا مطلوقه باش هكا يجينا الكيك خفيف. خديت المول ديالي ديال الكرانيت، خويت فيه شويه ديال الزيت وشويه ديال داك كريم باتيسير اولا الكاكاو، ودهنوا بالشيته، يعني ماشي ترشوها البنات، خلطوه مع الزيت ودهنوا. هاد الطريقه هذه كتجي زوينه. فاش كتقلبوا الكيكه ما كتجيكمش داك الطبقه ديال الطحين فيها، ما كتجيش شهبه من الفوق، كيجي اللون ديالها كحل. نتوما غتشوفوها معايا ملي غطيب. صافي البنات، خويت الخليط ديالي وغادي ندخلها على فران اللي كيكون بارد باش طيب ليا على خاطرها. من الاحسن الكيكه باش تعطيكم نتيجه اللي هي زوينه طيبوها في الفران اللي كيكون بارد، يعني ما حد هو الفران كيسخن وما حد الكيكه ديالنا هكا كطلع وكطيب على خاطرها. الكيكه دخلناها للفران ودزت هنا باش غادي نقاد هكا الغدا. درت البنات الروز كلاصي في داك الكاسرونه يتسلق مع شويه ديال المليحه، وفي هاد المقيله البنات درت واحد البصيله شلطتها، وواحد نص حك ديال الشامبينيو قطعته هكا صغير، ما كيعجبنيش هكا يكون كبير قطعته، اللي كيبغي يكون باين خليوه هكاك، واحد 2 فصوص ديال الثومه، درت عليهم كذلك شويه ديال الزويته بلديه وشويه ديال الزيت العاديه وشويه ديال المليحه، وغادي نشحرهم مزيان.
يعني حتى كتدبل ليا داك البصيله وداك الشامبينيو حتى هو كيبدا اللون ديالو كيتبدل. نزيد ليه الدجاج، صدر ديال الدجاج اولا لا دند اللي كان عندكم. وكتجي البنات هاد الوصفه هذه حتى بالكفته، ديروها كويرات صغارين وزيدوها على هذا الخليط هذا. انا البنات درت الدجاج، الصدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار، زدت عليه شويه ديال القزبر ومعدنوس، زدت عليه كذلك شويه ديال الابزار وشويه ديال السكنجبير فقط. هذه هي العطريه اللي درت، يعني غير مليحه وزويته، سكنجبير والابزار صافي. هذه هي القزبر ومعدنوس والثومه بطبيعه الحال، يعني هذه هي العطريه، ما درت حتى شي حاجه اخرى. المهم هاد ايمانسي ديال الدجاج هذه هي العطريه اللي كدار فيه. كاينه البنات طرق كثيره، كاين اللي كيشرم الدجاج من قبل يعني بالشرموله خاصه ديالو، كل واحد البنات وكيفاش. لكن بالنسبه للعطريه كنحتاجو غير هذيك العطريه صافي. البنات خليتو البنات هكا كيتشحر ودزت هنا غادي نقاد الكيكه، وراكم شفتوها معايا البنات كحله ما فيهاش داك الطبقه البيضاء. وخديت البنات نص حك ديال نيسلي كراميل درتو في المقله وخليتوها البنات حتى كبدا كيذوب هكا شي شويه. الا ما عندكمش البنات نيسلي، انا البنات كان عندي نيسلي عادي وطيبته في الكوكوط وخديت النص ديالو. ما متوفرش عندكم غتصايبوا كراميل اللي هو تحضير منزلي وقادوه. ملي يطيب لكم داك الكراميل عاد تزيدوا عليه داك اللوز ايفيلي. انا البنات درت هاد نيسلي هذا، المهم بقيت كنحركو هكا مزيان حتى داب ليا على هاد الشكل هذا. المهم كيتطلق باش ما كيبقاش هكا عاقد وشاد راسو. وغادي نضيف ليه اضافه اللي غتخليه هكا شي شويه مطلوق، غادي نضيف ليها البنات معلقه كبيره ديال الياغورت طبيعي، اولا لا عندكم الكريمه الحلوه تقدروا تضيفوا واحد نص كاس ديال الكريمه باش هكا كيتطلق وكتحصلوا على داك القوام اللي كيكون هكا كريمي. انا البنات درت غير ياغورت طبيعي حتى هو راه كيجي مزيان صافي. غنحركو مزيان على هذا الشكل هذا، وغادي نزيد ليه كاوكاو ايفيلي اولا اللوز ايفيلي اللي كان عندكم هنا صافي. البنات راه غنطفي البوطه وغنزيد عليه هنا عندي مخلطه البنات كاوكاو واللوز ايفيلي حمرتهم في الاير فراير صافي وحركتهم مزيان على هذا الشكل هذا. المهم البنات اللي توفر عندكم سوا كاوكاو سوا اللوز. شوفوا لي البنات الكيكه كيفاش دايره، ما فيهاش داك الطبقه البيضاء نهائيا. بهذيك الطريقه اللي كندهنوا بها المول راه كتجي احسن من عمليه صافي. البنات خويت هذاك الخليط مباشره في ديك الحفيره ديال الكيك على هذا الشكل هذا. المهم كنسرحو والبنات راه ما كيبش ما كيشدش راسو، يعني واخا كيبرد داك الكراميل ما كيقصاحش، كيبقى هكا شويه رطيطب. المهم غير نحاولوا هكا نقادوه مزيان بالمعلقه قبل يعني ما يشد راسو على هذا الشكل هذا صافي. وكنخليوها حتى كتبرد وكنزينوها بخطوط ديال الكراميل من الفوق اولا الشوكولا، وهكا كتكون الكيكه ديالنا ديال سنيكرز كتجي بنينه لذيذه البنات، وفيها داك المزيج ديال القهوه مع الشوكولا مع الكراميل كتجي بنينه البنات. جربوا بهذه الطريقه راها سهله ما فيهاش مكونات اللي هي كثيره. من غير هذاك البنات نسلي كراميل، الكراميل راه غتصايبوه في الدار، غتاخذوا غير واحد الكاس ديال السكر غديروه في مقيله على عافيه اللي مهيله حتى كيذوب لكم مزيان، وغادي تضيفوا ليه معلقه ديال الزبده وربع كاس ديال الحليب وحركوه مزيان صافي. وغتضيفوا ليه حتى كيبدا هكا يعقد وتزيدوا ليه اللوز ايفيلي، وهكا كتحصلوا على الطبقه المقرمشه ديالكم صافي. خليتها على جنب البنات. هنا اختي في العشيه مني جا راجلي جاب لي اختي مع شي تقديه وجاب لي الحوت وما كنتش عواله عليها البنات، كنت عواله غنغسل هكا شي معينات ديال البلاكار نهبطهم، لكن ملي جاب لي الحوت صافي درت بالناقص وصافي. خليت المواعن حتى الغدا ان شاء الله ونقادهم صافي. البنات جاب لي هنايا غير شويه ديال الحوت، المهم هو منقي خصو غير يتغسل وهكا يتقاد في البواطه. جاب لي شويه ديال السردين شويه ديال البواجو وجاب لي داك السطل ديال الجبن يلاه تقديناه. وهذيك اولا وصيتو عليها قلت له ملي تكون جاي جيبها ليا باش نديرها لداك الدجاج اللي شحرت معاكم صافي. والخميره معجونه باش كنعجن. وجاب لي هاد الزبده هذه البنات 40 درهم هذه، ما عرفت واش كيلو والله ما عرفت ولا ما كاملاش. المهم الزبده ديال الماكله هذه صافي غادي نديرها هكا في بواطه ونديرها في الفريغو فيما نبغي هكا القياس ديالي كنجبدها. المهم انا البنات الزبده كنحتفظ بها في الفريغو باش ما كتعطيش الريحه. الا كانت في الثلاجه لتحت راه واخا زعما الثلاجه راه طولات كتعطي الريحه وحنا ما كناكلوهاش بزاف، يعني مره فدايرها انا في الفريغو فيما كنبغيو ناكلوها كنجبد طريف راه دغيا دغيا كيديكونجلا حتى كيسالي ثاني، وعاوتاني النهار اللي نبغيوها ثاني كنجبد داكشي اللي غناكلو. حيت البنات في الثلاجه لتحت كتعطي الريحه واخا الثلاجه ما حدا هي كتعطر وكتعطي الريحه، وانا ما كنحملش الزبده تكون فيها شي ريحه ماشي هي هذيك صافي. كنفضل انني نحتفظ بها في الفريغو من الاحسن، ونبقى نجبد القياس اللي غناكل صافي يعني الحد فالقد صافي. البنات هنا درت هذا الشيء هذا في البواطه صافي. والحوت البنات راني ديجا غسلته. المهم كينقي لي انا ما عنديش مع التنقيه ديال الحوت، خصوصا الا كان داك الكبير كيعذب والشوك، فكنقول يجيبوا لي منقي انا غير كنغسلو
مزيان ونخليه حتى كتسقطر صافي وغادي نقسمو. بالنسبه للسردينه البنات راه قسمته على جوج، حيت شي وحدين شويه شويه بحال حتى هو اصلا هاد السردين ما جديدش. شي وحدين شادين راسهم خليتهم هكا حتى يتقلاو ولا يتحمروا في الفران، وهذوك اللي شويه البنات يعني مقطعين اولا يعني طايبين غادي نخليهم البس، غندير بهم ان شاء الله الكفته حوت كواري. عرفتي تشهيت حوت كواري في طويجين شحال هذه البنات ما درتو. المهم مده ما درتو كواري بصراحه، كنديرو هكا غير عادي هكايا في الطاجين، ولكن كواري شحال هذه ما درتو. فان شاء الله غادي نديرو ان شاء الله هذا الاسبوع النيت فاش بغي ندير الحوت غنديرو هكا كواري ان شاء الله باذن الله. فعزلت هذوك اللي هما البنات شويه دايرين، عزلتهم بوحديتهم واللي شادين راسهم خليتهم بوحدهم صافي. وهذاك الباجو غادي نديرو هكا في بلاستيكات، غادي نقسمو يعني كل جوج بوحديتهم صافي. القياس اللي بغيت غادي نبقى نجبدو صافي، وندير اختي داكشي نقادو هكا في المجمد. فما نبغي شي حاجه غنلقاها عندي واجده بصراحه، ما كاين ما احسن من انك تجيبي كل شيء وتحطيه عندك في المجمد. كاين اللي كيقول لك البنات الحوت ما كيتكونجلاش، بالعكس اي حاجه كتكونجلا، غير الانسان يعرف كل حاجه عندها مده الصلاحيه ديالها. الحوت راه كيتكونجلا البنات حتى 6 شهور، يعني عنده واحد المده الصلاحيه يعني ما نديباسيوهاش. ولكن حنا الحوت ما غيجلسش عندنا بطبيعه الحال 6 شهور، هذا الشيء راه غيدير لنا من هنا لاخر الشهر، ولا تعطي شي حاجه تشاط السيمانه الاولى ديال الشهر صافي كيسالي. هذه الا ما كانش كيتكونسوما، اما يعني مده طويله بطبيعه الحال ما غاديش يجلس مده طويله. بعد ما حيد داكشي ديال الحوت ورديت كل حاجه في بلاصتها، دزت هنا باش غادي نوجد الغداء نحطو. درت البنات في هذه المقيله شويه ديال الزبده وشويه ديال المليحه والثومه وقزبر ومعدنوس فاش غادي نشحر البنات الروز. وفي هذيك المقيله الاخرى درت هذاك الدجاج والشامبينيون باش غادي يسخن، زدت عليه داك العلبه ديال الكريمه، وزدت عليه واحد المعلقه كبيره ديال صوص صوجا. كتعطيها واحد البنه زوينه وواحد اللون اللي هو زوين. صافي خليتها طبخ هكا مزيان على عافيه اللي هي مهيله، وفي نفس الوقت كنشحر هذيك الزبده مع داك الروز هكا باش كتعطيني داك المذاق اللي هو زوين. صافي وغادي نشحر فيها هذا الروز هذا مزيان، نديوه نجيبو كيتلبس لنا بداك المذاق ديال الثومه والربيع. صافي هو باش غادي نرافق هذا الدجاج هذا، صافي غادي نشحرو مزيان هنايا على هذا الشكل هذا، غير هكا يتلبس ليا بداك الزبيده وداك الثومه وقزبر معدنوس صافي. وغادي نطفي عليه، وفي نفس الوقت راني راده البال داك الدجاج صافي. هنا غادي نزيد ليه شويه ديال الفرماج حمر وموتزاريلا مخلطين صافي، وغادي نحركو حتى كيذوب ليا مزيان. هنا البنات راه زدت هاد المقيله زدت لها واحد النقيطه هكا ديال الماء. الا عندكم الحليب من الاحسن زيدوا واحد شويه هكا ديال الحليب، ما عنديش انا البنات درت انا تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء. يعني فاش تزيد طبخ ليا داك لاصوص باش تبقى ليا داك لاصوص شويه هكا جاريه، باش ما تنشفش ليا كثر صافي. وكنحركها حتى كيزيد يطبخ هكا مزيان وكيذوب ليا داك الفرماج صافي. وهكا كنكون محصله على داك الصلصه اللي كتجي بنينه البنات. المذاقات كتجي متوالمه مع بعضياتها. وكيف ما قلت لكم الا ما كانش الدجاج تقدروا ديروا البنات حتى الكفته، تاخذوا الكفته كديروا كويرات اللي هما صغارين وبنفس الطريقه تشحروهم صافي. البنات تعلق ليا داك الخليط حيدته، وغادي ندوز اختي هنا باش غادي نقدم الاطباق ديالي. وهنا البنات راني طحنت العصير، درت فيه الفريز والليمون والتفاح وخيزو مسلوق وهذا واحد شويه ديال الفريز، درت واحد الميلونج جا زويون البنات صافي. وحطيت الرز ديالي في الاطباق وغادي نحط فوقهم هاد الصلصه. وشوفوا لي البنات التعليكه كتجي معلكه مفرمجه، راه كتجي بنينه. والطبق المفضل عندي البنات هو الرز، كنحماق البنات على الرز بجميع انواعه، وكل مره كنديرو بحاجه. هي غديوتي ديال هاد النهار، اللهم اديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. كل واحد خير في دار والبنات، وبصحتكم غداكم حتى نتوما. وشوفوا لي البنات المنظر ديال الكيكه، راه البنات شكلا ومذاقا يعني البنات واخا نشكرها لكم حتى نعيا، ولكن البنات اللي كيعجبهم سنيكرز راه غيعرفوا المذاق علاش كندوي. صافي درت لها البنات خطوط ديال الكراميل. البنات عندي داك الكراميل شويه هكا يبس ما ساعدنيش، الصوص شويه شد راسو مي معليش. وزوقتها بفريرو هكا من الفوق صافي. وغادي نقطعها هنا معكم البنات، راه جات اكثر من رائعه البنات. كيف ما قلت لكم راه واخا نوصفها لكم حتى نعيا، ولكن غتعرفوني علاش كندوي. للناس العشاق ديال الشوكولا وديال الكراميل وديال سنيكرز راه غتعرفوا المذاق علاش كندوي. جات الكيكه رطبه هشيشه، ما تحتاج لا تسقى لا حتى شي حاجه، كتذوب في الفم. وهذيك الطبقه البنات جات معلكه ومقرمشه في نفس الوقت. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذا الاقتراح ديال الكيكه البنات. كيكه يعني كتحمر الوجه، ديروها اختي لضيافكم. كنتي غادا عند شي واحد صايبيها ديها معاك يعني تصايبيها بوجهك احمر
ديريها اختي لوليداتك، فرحي راسك بها، يعني ماشي غير ديها فاختي ولا مشيتي عند شي حد، فرحي اختي راسك انت وليداتك وراجلك، ديري بها الكوتي، شي حاجه اللي كتستاهل البنات. وكيف ما قلت لكم راه ماشي مكلفه، يعني هذيك الطبقه ديال الكراميل غادي تصايبيه في الدار، غتجيبي اختي 5 دراهم ديال كاوكاو ايفيلي، من اللوز راه غالي، جيبي غير الكاوكاو ايفيلي اللي رخيص، 5 دراهم اولا 10 دراهم، تبارك الله ما شاء الله فيها، وقدميها اختي بالصحه والراحه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. السلام عليكم.